ده سؤال حلو، بس خلونا نكون بنشوف الاول الكورليشن ما بين اصلا الكريبتو ماركت وبعض، يعني نسبه التوافق ما بين كل عمله وبعضها. تفتكروا هل مثلا العملات في الكريبتو كارنسي هل هي بتتحرك كلها مع بعض؟ هل في كورليشن ما بينها وما بين بعض، ولا كل واحده مستقله بذاتها؟ الحقيقه ان انا دايما بمثل الكريبتو ماركت بالمجموعه الشمسيه، لان انا كده كده مقتنعه بنسبه 100% ان التريدنج هو ساينس. اوكي، فالكريبتو ماركت زي المجموعه الشمسيه، كل عمله هي ليها حركه، ليها المدار الخاص بيها، بتتحرك في المدار الخاص بيها، ولكن في الاخر كلهم بيتحركوا من ضمن المجموعه الشمسيه الكامله. ما ينفعش واحده فيهم تكون بتخرج مثلا بره الماركت كله، او تخرج بره المسار اللي المفروض كلهم يكونوا بيمشوا فيه ويكملوا بعض فيه. لو انا عايزه اشوف التوافق ما بين عمله معينه وعمله تانية، فهنستخدم بكل بساطه انديكيتور اسمه الكورليشن كوفيشنت. فمثلا لو عايزه اشوف التوافق ما بين السولانا مثلا والدوجي، فهشوف اوريدي نسبه التوافق ما بينهم عامله ازاي. كده دلوقتي مثلا في النقطة اللي احنا فيها حاليا نسبة التوافق ما بين السولانا والدوجي 0.57 which means 57%. هنا مثلا هنلاقي على فترات زمنية مختلفة الحركة بتبقى مختلفة. فمثلا في النقطة دي احنا كان اوريدي عندنا نسبة التوافق تقريبا قريبة من الصفر which means ان لو السولانا بتنزل فالدوجي بتزيد، او العكس صحيح. لكن لو انا مثلا عايزه اكون بشوف الحركه بتاعه المجموعه الشمسيه كلها، فهنفتح الاربعه دول مع بعض. اول حاجه البي تي سي دوت دي، الماركت دومينانس بتاع الماركت كاب دومينانس بتاع البيتكوين. هنشوف هنا السولانا دومينانس اللي بتمثل تقريبا التوب 10 كارنسيز دومينانس، ولكن هنا هنمثلها بالسولانا. هنشوف برضو الاذرز اللي هي الالت كوينز، الكريبتو توتال ماركت كاب اكسكلودنج التوب 10 كارنسيز، وهنا اليو اس دي تي. انا فاتحه الفورت شورتس، هستخدم مؤشر واحد بس وهو الاي ام اي المتوسط السعري، اللي هو لو احنا اوريدي فوق الاي ام اي فاحنا اب ترند، لو احنا تحت الاي ام اي فاحنا داون ترند. فتعالوا نشوف بكل بساطه نشوف الحركه بتاعت الاربعه مع بعض عامله ازاي. الحركه بتتحرك في الفورت شورتس مع بعض. اوكي، فمثلا في الشمعه دي بالظبط، في هنا مثلا انا كنت تحت خط الاي ام اي، تحت خط الاي ام اي، لكن هنا وهنا انا عامله فوق خط الاي ام اي، فوق خط الاي ام اي، يعني هنا وهنا ديس كروس، هنا وهنا جولدن كروس which means ان الاربعه مستحيل يكونوا بيزيدوا او بيقلوا، لازم يبقى فيه حاجه بتزيد وحاجه بتقل. لو عايز تتعلم التريدنج وعايز تفهم الاسواق الماليه المختلفه، سواء البورصه المصريه، الامريكيه، الفوركس، او حتى لو انت في دوله بتسمح بتداول الكريبتو، فتواصل مع اكتب ستارت في الكومنتات والتيم هيكون بيتواصل معاك بكل التفاصيل.